ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه طبعا وانتم طيبين. اكلنا الكحك والبسكوت والرنجه وخلاص. ندخل بقى كده نعمل لهم حاجه خفيفه. عملنا النهارده فراخ مشويه اللي انتم شفتوها معايا دي، وكمان عملنا مكرونه في الاير فراير محمره كده بالصلصه، جميله جدا. مفيش اسهل ولا اطعم من كده. عملنا طبعا حاجتين سهلين زي ما انتم ما شايفين. جبت معايا توم وجبت معايا بصل وكمان طماطم وفلفل، وحطيت ليمون وزيت وخل، وكمان ظبطت الملح بتاعنا. الخلطة دي في الفراخ المشوية تحفة جدا. هنا بقى معايا معلقة من دبس الرمان وكمان معلقة من الصلصة الجاهزة، وقلبت بقى كل ده مع بعض، وحطيت بقى توم باودر وبصل باودر، وكمان حطيت كمون وفلفل اسود وبهارات فراخ. زي ما انتم ما شايفين كده قلبتهم كويس قوي. ولازم طبعا الخلطة تتخلط كده كويس قوي مع بعضها. اهم حاجة نقع الفراخ. غسلنا الفراخ وصفيناها. حطينا طبعا الليمون معاها بيديها ريحه حلوه جدا، والليمون ده كمان هقول لكم هحطه ازاي. طبعا قلبنا الفراخ كويس قوي، ولازم طبعا تشرحيها كده كويس، سواء فرخه كامله التتبيله دي، سواء فرخه كامله او وراك او اي حاجه عايزه تتبليها، بتكون حلوه قوي في الشوي. التتبيله دي تحفه جدا. هقول لكم ايه تاني التتبيله. حطينا فلفل اسود وكمان كمون وكمان توم باودر وبصل باودر ومعلقه كبيره من الصلصه ومعلقه من دبس الرمان، بتديها لون حلو جدا. وكمان حطينا فلفل اخضر وفلفل سبايسي لو حابه، وكمان حطينا بصل وتوم وطماطم، وخلطناهم كويس قوي كده، ونزلنا بيهم بقى على البهارات وقلبناها كويس. عندي هنا ده هشويها هنا كده هشويها كده على الشوايه دي زي ما انتم ما شايفين كده. وجبت صينيه وحطيت فيها معلقه خل عشان ما تزرقش معايا، وحطيت بقى فيها منكهات. حطيت قرنفل وكمان حطيت حبهان وكمان كوبيبه صيني، وحطيت كمان معاها الليمونه اللي احنا كنا عصرينها معاها. الليمون بيديها ريحه حلوه قوي. وكل المنكهات دي هتغلي مع الميه اللي في الصينيه اللي احنا حاطينها فوق الشوايه. حاطينها تحت الشوايه، وهتديها بقى منكهات للفراخ، وهتديها ريحه حلوه جدا. زي ما انتم ما شايفين كده. عندي المكرونه هحطها في الاير فراير، سهله جدا وسريعه، وما بتبقيش حاطه فيها دهون كتير. درجه حراره 200 على يعني ربع ساعه كده بالكتير قوي بتكون معاكي كويسه. بس اهم حاجه ان انت تقلبيها، لان هي بتحمر من حته ومن جنب من تحت بتكون لسه ما احمرتش. فانت هتعملي ستوب وبعدين تطلعيها وتقلبيها كويس قوي عشان كلها تبقى واخده لون واحد. بيطلع كلها لون واحد ومتحمره كده تحفه بجد. يلا بقى اقول لكم المكرونه هنعملها ازاي. تحفه يا جماعه بجد. جبت طماطميه كبيره قطعتها كده طرنشات كده صغننه، وحطيت مكعب من المرق ومعلقه كبيره من السمنه البلدي والصلصه الجاهزه، وكمان حطيت معايا بهارات اللي هي السبع بهارات، وكمان حطيت توم فص كده توم صغير قوي، وكمان حطينا كمون وفلفل اسود. حطينا بقى المكرونه معانا، لونها يا جماعه بجد ذهبي وجميل قوي، حتى الكاميرا ظلماها كمان. بدات ان انا اقلبهم كده كويس قوي مع بعض، وظبطت الملح بتاعنا، وهسيبها بقى كده على نار هاديه. هنا الفراخ بتاعتي زي ما انتم ما شفتوا حطيتها على الرف من تحت خالص علشان تتشوي معايا. طبعا الميه دي بتخليها طريه وجميله قوي، وبتكون جوسي في نفس الوقت. بجد يا جماعه تحفه قوي، جربوها. ودي الفراخ المشويه، شايفين زبده يا جماعه مستويه وجميله. وطبعا الفحميه دي بتديها لون وطعم. اسفه، الفحميه بتديها ريحه جميله جدا. زي ما انتم ما شايفين المكرونه والفراخ بألف هنا، جربوها تعجبكم.